السلام عليكم. معاكم نسرين. أنا في عمري 30 عام، مطلقة وعندي وليد هو حياتي وكل ما عندي. قصتي اليوم غريبة وخطيرة، ما كنتش باغية نشاركها، ولكن قلت نفضفض ونحكي لعلها تكون عبرة لشي واحدة أخرى. نهار عادي كنت في الدار مع وليدي، حتى سمعت بطرطاقة في الباب. منين مشيت نفتح لقيت عمي واقف. عمي ماشي بزاف كيجي عندي، ولكن هاد المرة جاب واحد الوجه غريب كيبان فيه الثقل والنية ماشي نقية. دخل، سلم، جلس شوية، ومن بعد بدا يقرب مني بكلام ما عجبنيش. قال لي: نسرين، راك مزوينة وباقي صغيرة، ما خصكش تبقاي بوحدك. أنا تصدمت من كلامه، قلت مع راسي: علاش كيهضر معايا بهالطريقة؟ جاوبته أنا متوترة: عمي الله يخليك، أنا راضية بنصيبي وربي هو اللي علم بيا. هو ما سكتش، قرب مني كتر وشدني من يدي بطريقة ما مريحاني. أنا في هاد اللحظة حسيت بالبرد كيجري في دمي، قلبي بدا يدق بزاف. قلت ليه بحدة: عمي بركة، هادشي ماشي معقول، انت بحال بايا، ما خصكش دير هاد التصرف. ولكن هو بغى يزيد، قرب راسه وبغى يبوس يدي بالعافية. أنا جريت خطوتي للور وزعقت فيه: حشوم عليك عمي، واش ما كتفكرش فهوك اللي هو بايا؟ واش ما عندكش الغير على راسك؟ وليتي كيشوف فيه واحد الوجه آخر، بحال شي واحد ماشي هو اللي عرفته من قبل. سكت شوية ومن بعد بدا يضحك ضحكة خايبة وقال: بنتي ما تكبريهاش، راه غير لعب. أنا بديت الرعش، ما بقيتش عارفة واش نعيط ولا نطردو ولا نكتم الأمر. ولكن داك اللحظة وليدي دخل للصالون، شاف عمي واقف حدي وبدا كيعيط: ماما ماما. أنا خديت وليدي وحطيته في حضني وقلت لعمي بصوت قوي: الله يهديك عمي، سير في حالك وما تعاودش دير بحال هادشي معايا. هو وقف شوية، بان فيه الغضب، ومن بعد مشى وسد الباب. داك الليلة ما نعشتش، بقيت كنخمم كيفاش عمي كيطيح لهاد المستوى. واش العيب فيا حتى أنا مطلقة ولا العيب فيه هو؟ من داك النهار حياتي تبدلات، وليت كنخاف، ولكن في نفس الوقت وليت قوية. عرفت باللي خاصني نوقف في وجوه الناس اللي كيبغيو يستغلوا الضعف ديالي. القصة ديالي اليوم ماشي غير حكاية، هي رسالة. أي وحدة في هذا الموقف توقف، ما تسكتش وما تخليش حتى حد يستغلها. قصتي سالات هنا، ولكن الحكايات ما سالاتش. كل نهار كنكتشف العجيب والغريب. بغيت نعرف رأيكم، واش كنتو غادي توقفوا في وجه عمي بحالي ولا غادي تتعاملوا بطريقة أخرى؟ ما تنساوش تدعموا القناة بلايك، ثامز اب، واشتركوا بيل، وخليو تعليقكم. رأيكم كيهمني بزاف.